ليس مشارك. الجزائر ليست طرفا في النزاع. الجزائر يا اخي اسكت علينا، اسكت على الطرف. انت طرف، انت درتها. احترم نفسك، احترم نفسك، احترم نفسك، ارجوك احترم نفسك. لا يقاطعني، معليش خلي الفكرة. الجزائر ليست طرفا. الجزائر ليست طرفا في النزاع. النزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو التي تأسست للدفاع عن وطنها. طيب. والجزائر ما هي وموريتانيا إلا طيب. ما يهمني الآن شاهدان في هذه القضية. هذا ما أردت تعقيب على هذا الأمر لتوضيحه. الآن الموقف المغربي حتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي مغربي. ما الذي تتوقعه من رد الفعل الرسمي المغربي على قرار فرض التأشيرات على مواطني المغرب؟ أولا باختصار لو سمحت، الوقت ذهب. المغرب الرسمي تعود على هذه الدحدوحيات. طيب. من الجزائر. طيب. لو كنا نستعمل أرجوك لو سمحت سيد المكاوي أرجوك نستعمل لا فقط نستعمل مفردات أخرى يمكن أن نعبر. أرجوكما نعبر على أفكارنا بطريقة أخرى. المساند للقضية الصحراوية، متابعة اختراقات ويولي الصحراوية. لا كلها نعم. طيب سنأتي الآن نتحدث. لا يهمني الحديث معك. أنا لا نتحدث مع بعضنا البعض. بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه. فيها نتوقف عند قرار الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني الجزائري على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية وفق نص بيان وزارة الخارجية الجزائرية. مع ضيفي في الاستوديو مشاهدينا الكرام الدكتور محمد بن خروف الناشط الحقوقي والباحث الجامعي. أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. غيرنا الموضوع على عجل. كان من المقرر أن تكون معنا للحديث عن ملف الذاكرة والعلاقات مع فرنسا. نتحدث اليوم عن مسألة التأشيرات. أهلا ومرحبا. أكيد شكرا لك أستاذ حكيم على هذه الدعوة. حتى ولو أن الموضوع تغير يبقى دائما موضوع الجزائر، ونبقى هنا للحديث عن الجزائر والدفاع عن ما يعني أفكارك ومواقفك. نعم. مرحبا بك ورحب كل الترحيب أيضا مشاهدينا الكرام في الاستوديو بالدكتور عبد الرحمن مكاوي الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. شكرا أخي حكيم على الاستضافة، وتحية لزميلي بوخروف، وتحية لمشاهدي فرانس 24. مرحبا. وأن الموضوع يعني سندخل فيه بكل صراحة يعني يثير الكثير من الاستغراب والإعجاب. طيب سنبدأ بهذا الأمر فقط حتى نفهم ما حدث بالضبط. ما الذي برر لماذا هذا القرار؟ ما الذي برر أيضا هذا القرار؟ من يستهدف تحديدا سيد بن خروف؟ ماذا عن هذا القرار؟ وهل هذا القرار لم يأتي من العدم. حتى الآن الجزائر كل ما قامت به من يعني من خطوات ومن مواقف منذ غلق الحدود في 1994 ثم قطع العلاقات الدبلوماسية في 2021. كل هذه كانت ردود أفعال وكانت رسائل من الرئيس عبد المجيد تبون نفسه يعني حول ما يحاولون دائما افتعاله مع المغرب، وكانت مواقف الجزائر واضحة. اليوم الجزائر تعيش كما يعيش المحيط الخارجي بها تطورات سلبية جدا، تحولات سياسية خطيرة جدا يعيشها العالم، والمنطقة أيضا تعيش تحولات أمنية خطيرة جدا. وبالتالي فالمتتبع للشأن الإفريقي والشأن المغاربي يدرك أن كل محيط الجزائر يحترق، أن الجريمة المنظمة بدأت تتسع. نعم على هذه النقطة. لماذا أتحدث عن هذا؟ أنا آتي بالأسباب. وبالتالي فتكثيف الجريمة المنظمة، الهجرة غير الشرعية والنظامية، الأطنان من المخدرات التي تدخل إلى الجزائر، وأيضا الجماعات والسلاح الذي يهرب الآن من الجيران الجزائر الشرقية من ليبيا إلى مالي وإلى جنوب الجزائر. كل هذه الأمور جعلت من أن الجزائر اليوم أيضا نقطة هامة جدا. الجزائر وصلت إلى هذا القرار دون أن ننسى التطبيع الذي قام به نظام المغرب مع الكيان الإسرائيلي الذي لم تطبع معه الجزائر. وبالتالي أصبح من الخطر الآن أن الجزائر
تؤمن حدودها وتؤمن حدودها أيضا من يدخل إليها، وبالتالي لجأت إلى هذه الخطوة وهو فرض التأشيرة على الأجانب المغاربة من يدخل إليها. وهذا القرار تم إعلانه عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر الذي يضم الرئيس عبد المجيد تبون، كبار القادة العسكريين ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية. حتى أضيف سيد عبد الرحمن المكاوي على ما ذهب إليه سيد بن خروف. بيان الخارجية الجزائرية يقول يتحدث عن النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر بأمنها الوطني. يعني ثمة اتهامات عديدة، شبكات متعددة للجريمة إلى غير ذلك، فضلا عما قاله هذا البيان عن نشر عناصر استخباراتية صهيونية وفق نص البيان من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني الجزائري. أثار استغرابك أنت هذا القرار اليوم؟ عندما قرأت بلاغ الخارجية الجزائرية فوجئت بالهرطقات والمغالطات التي تنشرها بدون مسوغ قانوني وبدون اعتبار واستغفال لعقلية الجزائريين. فإذا كانت هذه الشبكات التجسسية في الجزائر وشبكات التهريب وشبكات المخدرات والهجرة السرية المغربية داخل التراب الجزائري، فماذا يفعل مليون عسكري يا أخي حكيم للجيش الوطني الشعبي من جيش ودرك وشرطة في البلد؟ ماذا تفعل أو يفعل مليوني عميل ومخبر للمخابرات الداخلية والخارجية الجزائرية؟ ماذا تفعل ماذا يفعل جيش الحدود؟ جيش الحدود الذي حفر خنادق على طول الحدود المغربية الجزائرية. فهذا التفاف حول فشل الانتخابات الرئاسية، حول الصراع داخل أركان النظام ما بين جنرالات الرئاسة وقيادة الأركان وجنرالات المخابرات. هذا كذلك بعد الأرقام المزورة التي أثارت اشمئزاز الشعب الجزائري. نحن نخاطب العقل الجزائري والرأي العام الجزائري، فلا يمكن استغفاله بهذه الهرطقات. كل هذه الشبكات يعني أن المغرب يتوفر على جيش داخل الجزائر. طيب، ولكن ما تحدثت عنه هناك مليوني عميل يعني صراحة مليون حسب مصدر، عندي مصدر وعندي وتيتو. طيب أعود إليك سيد محمد بن خروف. تسمح لي تعقيب فقط بطبيعة الحال. ما قاله فقط ضيفي أنه لا دليل على هذه الاتهامات المرفوضة التي يطعن في مصداقيتها ضيفي، ويقول إنها محاولة لتصدير الجزائر لأزمتها الداخلية. وفي المغرب ثمة كثيرون يقولون ذلك. أولا ما يمكن أن أقوله له وحتى نحترم المشاهد الكريم أنه قال مليون عسكري جزائري ماذا يفعلون؟ هم أدرى ماذا يفعلون وليس هو من يملي عليهم ما يفعلون. الجيش الوطني الشعبي الجزائري مهمته الدستورية واضحة منصوصة في الدستور، وهي حماية الوطن، حماية التراب الوطني من أي محاولة زعزعة استقرارها أو أمنها أو تخطي حدودها. هذه واحدة، وليس مليون بل أكثر من ذلك. وأحيي من هنا من هذا المنبر هذه المؤسسة التي تسهر على حماية الجزائر. ثانيا التي فشلت لم أقاطعك من فضلك لم أتفوه بكلمة وتركتك حتى وإن كنت لا أشاطرك الرأي. ثانيا نعم فقط على هذا فقط على هذا، وهو الذي وقع في الخطأ حالا حينما قال أن الجيش المغربي موجود في الجزائر. لا تقول شبكات مغربية. خليني أتكلم. الخارجية الجزائرية حتى لا نضيع الوقت. نعم. مختصر حتى يعني يتحدث عن تصدير أزمة داخلية. أجبني في هذه النقطة لأننا الجزائر اليوم أقولها وأفتخر بقولها أن الجزائر اليوم ليست الجزائر التسعينيات التي كانوا يعبثون بها مثل ما شاءوا. جزائر اليوم ليست جزائر قبل 2019 التي كان يعبثون بها مثل ما شاءوا، وكانت لها مواقف واضحة تجاه يعني الشقيق المغرب. طيب حتى توظيف ما أو محاولة توظيف ما يحدث في الجزائر
تمشي بخطى ثابتة في ترسيخ الديمقراطية، وانتخب الشعب رئيسه، والآن الممثل الشرعي للشعب الجزائري هو الرئيس عبد المجيد تبون، والمؤسسة العسكرية مؤسسة دستورية مهمتها واضحة، هي الدفاع عن الوطن. سيد عبد الرحمن المكاوي طلب تحدث. لا سيد مكاوي حقيقي أنا الانتخابات الرئاسية التي اعترف بها الفرنسيون أقل من 10% نتحدث عن التي قاطعها الشعب الجزائري بصفة كاملة. لا تقاطعني سؤال. لا لما أطرح عليك السؤال حتى يقطع. يا سيد مكاوي لما أطرح عليك السؤال حتى يقطع. والله العظيم صبرك علي. يعني نتحدث سيد عبد الرحمن المكاوي. سيد عبد الرحمن المكاوي تتحدث وأثرت أن البيان لم يقدم أي أدلة تدعم الاتهامات التي ساقها. في الأول من أيلول سبتمبر تقول الجزائر النيابة العامة في تلمسان أعلنت توقيف أشخاص عدة من بينهم 4 مغاربة بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس. الجزائر وفق المراقبين تخشى على أمنها، ترى أنه ثمة تصرفات وفق البيان تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، وتفرض هذا التبرير مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية. هل تتفهم أنت هذا القلق؟ والله يا أخي هذا مضحك، لأن عودتنا المخابرات الجزائرية والإعلام الجزائري بفبركة وإنتاج الكثير من الدحدوحيات. فالشاب كان يتجول في مدينة تلمسان، قبض عليه وتحت الضرب والتعذيب أرغم على الاعتراف بأنه يعمل لصالح شبكة تجسسية مغربية. هذا معروف. الدحدوحيات في الجزائر تراكمت إلى درجة أن العقل الجزائري والعقل المغربي أصبح يكتشفها من الوهلة الأولى. فالجزائر في أسبوع شيطنة السفير الإماراتي، شيطنة رئيس العصابة في اللجنة العسكرية في مالي، يعني أنها محيطة بحدود ملتهبة، وبالتالي فهي تحاول فبركة هذا. أما فيما يخص المؤامرات وترحيل المشاكل الداخلية نحو المغرب، خشيتها من التقارب ما بين المغرب وإسرائيل. لا خشيتها، ولكن هناك علاقات تحت الطاولة بين إسرائيل والجزائر. لا تعتقد هذا. أعطيني مثل واحد. أعطيها لك. الاجتماعات التي عقدت بين ضباط الجيش الوطني الشعبي الجزائري والضباط الإسرائيليين، وين انت رسمتهم؟ عرب الصور منصور طيب لا دليل على هذا. لا موجود. هناك الدليل الحكيم. هم يتهربون من الحقيقة. هناك يتهربون من الحقيقة. يستغفلون الشعب الجزائري الذي تعود على الدحدوحيات. طيب فقد قيل الكثير ولكن دون إقامة عليه حتى الدليل في هذه الحلقة، يعني حتى هم عمال كانوا يعملون في البناء وفي الفلاحة فاتهموا بالجوسسة. فأين هي الأدلة؟ أين هي الحجج؟ هذا القرار حتى الآن ننتظر. إنهم يحضرون لترحيل. سأتي لهذه النقطة لو سمحت. الآن المشكلة الآن أنه هذا يعتبر منعرج، يعتبر تصعيد، يعتبر رد من الجزائر ربما بدرجة أعلى. في المغرب البعض اعتبره حتى قطع لصلة الرحم حتى بالنسبة للروابط الاجتماعية والعلاقات القوية بين شعبي البلدين. هذا هو ما أقصده. ما هي التداعيات من وجهة نظرك الممكنة على هذه النقطة تحديدا، على حركة التنقل، على العلاقات أيضا بين البلدين الذي تدخل في منعرج مختلف تماما، ربما درجة تصعيد كبرى، البعض يتحسب ربما للأسوأ. سأتي مع ضيفي على هذا الأمر، وحتى التداعيات على المنطقة. الجزائر لو لم تراعي القيم التضامنية وقيم الأخوة بين الشعبين المغربي والجزائري والعائلات والأسر المشتركة والحفاظ على حرية التنقل، أقولها جيدا، لفرضت هذه التأشيرة منذ يعني أن قطعت العلاقات الدبلوماسية، لكنها منذ غلق الحدود ولم تفرض على الشعب المغربي التأشيرة. فرضت حينما بدأ المطبعون
يأخذون جوازات سفر مغربية ويسافرون بها إلى الجزائر، ومن هنا من فضلك مرة ثانية أوقفت مصالح الدبلوماسيات هنا، العديد منهم وهناك. بالهدوء تناقش، لكن بالهدوء. يقول لك أين طيب الدليل؟ الكل يسأل عن الحجج. أنا طلبت بحجج. لو لم قلتها في البداية، الجزائر حتى الآن كل ما قامت به هي ردود أفعال. لو لم تكن هناك جماعات اكتشفت في الجزائر مثل ما أشرت إليها في البيان الذي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والذي صدر بعد مجلس الأمن تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون لدراسة هذه القضايا كلها، لما أخذت هذا الموقف. لأن الجزائر اليوم وصلت إلى مرحلة، وصلت إلى قناعة بأنها مستهدفة من كل ناحية. اليوم أصبح الخطر على الحدود المغربية الجزائرية أكثر من أي وقت مضى. لماذا؟ لأن هذا النظام الذي استعان بالكيان الصهيوني الذي يذبح ويشرد ويقتل هناك يسألك عن الدلائل لإرسال مخيلة عن إرسال عناصر استخبارات من إسرائيل يحملون جوازات سفر مغربية إلى أراضي الجزائر. تحديدا هذه النقطة باختصار قبل أن نعود إلى ضيف. يقول لك أين الدليل؟ لما لم تتم إقامة الدليل؟ أنا سينما اكتشفته الأسرار ويكيليكس والتجسسات الأخيرة على فرنسا وعلى المسؤولين الجزائريين وعلى كل هؤلاء. أبسطهم المساند للقضية الصحراوية، متابعة اختراقات الصحراوية. لا كلها نعم. طيب سنأتي أنا أتحدث لا يهمني الحديث معك. أنا يهمني نتحدث مع بعضنا البعض ونعود إلى هدوئنا لو سمحتم. وهذا ما طلبته حتى قبل هذه الحلقة اعتبارا لروابط الصلة حتى بين الشعبين. نتحدث في لب الموضوع، في الصميم، بالحجج. هل ثمة فعلا خشية من تكرار ما حدث في سبعينيات القرن الماضي؟ يحضرون هذا إعلاميا، يعني ويحضرون من طرد رعايا مغاربة من الجزائر. هل هذا 45,000 عائلة طردت سنة 1975 في عيد الأضحى صباحا في عام 75. وهذه هي أمام الأمم المتحدة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. غير الزمان، الواقع غير الواقع. من سقوط الأندلس ونأتي إلى هنا. أنهم قادرون على طرد، يحضرون إعلاميا لطرد هؤلاء الشباب العاملين في الفلاحة وفي البناء. يحضرون له مجلس الأمن الذي انعقد في الجزائر والذي هو بيده صنع القرار في الجزائر، هو عقد لحل الصراع الذي وقع بين أركان السلطة، بين جنرالات الرئاسة وجنرالات المخابرات وجنرالات القيادة. ليس له على ما هي المؤشرات على احتمالية طرد رعايا مغاربة من الجزائر؟ يفبركون دحدوحيات كما سماها الشعب الجزائري، وهم دي بروفيسيونيل محترفون في الدحدوحيات. طيب سيد مكاوي، ما الدليل على أن شيء ما يحضر لرعايا المغاربة في الجزائر؟ منك تحدثت عن هذا الأمر. ما المؤشرات؟ هذا يجري الحديث في المغرب عن هذا الأمر، ولكن أود أن أفهم ما هي المؤشرات والدلائل على ذلك. جرد أسماء الشباب المغاربة والعائلات المغربية المتواجدة في الجزائر وخاصة في المنطقة الغربية، وهذا دليل على أنهم يحضرون لشيء ما. هم دائما يبنون أطروحاتهم بناء على مؤامرات وإعلام يغطونها بدحدوحيات ليقفزون إلى طرد آلاف الأبرياء. طيب أود أن أسأل تحديدا في هذه النقطة، هل هذا الأمر وارد في الجزائر اليوم؟ لأن هذا اتهام خطير أيضا، ولكن ما لفت انتباهي أيضا أن هذا القرار جاء أيضا غداة تعيين قائد جديد للاستخبارات الخارجية، وغداة كلمة للمغرب في أمام منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. شدد في الكلمة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش على أنه لا عملية سياسية، والحديث عن الصحراء الغربية خارج إطار المواد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة بمشاركة كاملة من الجزائر. يقول وأن لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي. هل من رابط بين هذا وذاك؟ وحدثني عن الرعايا المغاربة في الجزائر لو سمحت. الرعايا المغاربة في الجزائر يعتبرون كجزائريين،
أنا أقولها وأتحمل ما أقوله، وعشت هناك وزرت الجزائر وأزورها، ولي أصدقاء من المغاربة الشباب الذين تحدث عنهم يعملون في الجزائر، وهم شهاداتهم يعني تغني عن كل شهادة أخرى بأنهم لا يفرقون بين بلدهم المغرب والجزائر، وأنهم بين إخوتهم. هذا محاولة تضليل ما أراد أن يقوله، وبالتالي فيستطيع أن نطمئن إخواننا الموجودين في الجزائر بأنهم عمال هناك ما لهم من الحقوق ومن الاحترام ومن التقدير من إخوانهم الجزائريين. ونفس الشيء بالنسبة للشعب المغربي الذي وقلتها مرارا أنه أيضا ضحية لهذه. أنا لا أريد أن أتحدث مثله عن الشأن الداخلي المغربي لأنه لا يهمني. أنا ما يهمني هي صورة الجزائر التي تتقدم وتتقوى. الجزائر تقوت بدبلوماسية، عادت إلى الساحة الدولية. هل هو رد بحديثك عن الساحة الدولية؟ الآن هل نحن أجبتك عن السطر الأول من السؤال أن الجزائر لا تنوي أن تطرد المغاربة الموجودين في الجزائر. هذا الجزائر بررت فرض التأشيرة حفاظا لأمنها واستقرارها. تفضلت الآن بأن هناك يعني نصبت مسؤول خبير أمني جديد هذا الأسبوع هذا، وأنا أهنئه من هذا البلاطو بأن الجزائر ليست قضية أشخاص. الصحراء المغربية موقف الجزائر موقف واضح وصريح مثل باقي مواقفها. الموقف الفلسطيني أن هذه القضية مدونة في ميثاق الأمم المتحدة، وسوف يتم تصفيتها من طرف الأمم المتحدة. وهناك دول كاملة من الجزائر. نعم. يقول لك لا ليس مشاركة. الجزائر ليست طرفا في النزاع. الجزائر يا أخي اسكت علينا، اسكت على الطرف. انت طرف، انت درتها. احترم نفسك، أرجوك احترم نفسك. لا يقاطعني، خلي الفكرة. الجزائر ليست طرفا. الجزائر ليست طرفا في النزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو التي تأسست للدفاع عن وطنها. والجزائر ما هي وموريتانيا إلا ما يهمني الآن شاهدان في هذه القضية. هذا ما أردت تعقيب على هذا الأمر لتوضيحه. الآن الموقف المغربي حتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي مغربي. ما الذي تتوقعه من رد الفعل الرسمي المغربي على قرار فرض التأشيرات على مواطني المغرب؟ أولا باختصار لو سمحت، الوقت ذهب. المغرب الرسمي تعود على هذه الدحدوحيات من الجزائر. هذا لو كنا نستعمل لو سمحت سيد المكاوي أرجوك لا فقط نستعمل مفردات أخرى يمكن أن نعبر. أرجوكما نعبر على أفكارنا بطريقة أخرى. بلا يعني تقيد بالمواقف. بلا هذا الأمر. المغرب الرسمي تعودنا على هذه البلاغات وهذه المغالطات، فحتى الشعب الجزائري لا يستغفل بهذه المغالطات بالمناسبة. فأعتقد أن المغرب الرسمي لحد الآن لم ينشر أي بلاغ أو موقف تجاه هذا الإجراء. تتوقعه يصعد؟ لا أعتقد، لأنه اتهم المغرب بحرق القبائل، اتهم المغرب بعلاقات مع الماك ورشاد واجتماع مع فرنسا في تل أبيب، اتهم المغرب بالجوسسة، بإدخال الصهاينة. فكل المشاكل التي تعرفها الجزائر ترحل إلى المغرب. أشكركم جزيلا الشكر. ليس في حاجة إلى هذه الدحدوحيات. أشكركم مجددا. يعود السيد عبد الرحمن المكاوي الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. شكرا جزيلا لك. سيد محمد مخروف الناشط لحقوق البحث الجامعي أيضا شكرا جزيلا لك. كنتما معنا في فقرة وجها لوجه. استمعت للحوار الساخن اللي دار ما بين المغربي والجزائري، والمغربي عطى القاسح وعطى الماضي للجزائري اللي ما خلاله ما يقول. كيدعيوا انهم هم غير فقط يعني شهداء في القضيه ديال الصحراء المغربية، بينما أنهم طرف وفاعل، وهو اللي مضطر العصا في الرويضة في الملف ديال الصحراء المغربية. والحمد لله الدبلوماسية المغربية ناجحة بكل مقاييس، والجزائر فقط كتضيع الوقت وفقط كتدعم الجبهة ديال البوليزاريو، جبهة اللي معادية للأراضي الوطنية والأراضي المغربية والصحراء المغربية. وكيف ما قلنا دائما الصحراء مغربية وستبقى مغربية، والمغرب في صحراء
صحرائه، والصحراء في مغربها رغم كيد الكائدين ورغم حقد الحاقدين. فقط الدبلوماسية الجزائرية كتضيع الوقت وما غادي تصور حتى شي حاجة. تحية للدبلوماسية المغربية، تحية للسياسة المغربية، تحية للدبلوماسية المغربية، وديما الصحراء مغربية. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.